عبد الله وكم الابدا عبد الله قول 300. اجيب شغل بلل، اجيب شغل قديمه. كل ما هو قديم يهمني. انت لو حضرتك عاوز تسال في اي شيء عن الاحجار، عن البرونزات، كل حاجه لها سر. باخدها من الشقق القديمه، اخدها من البلل، اخش مخازن قديمه. كل حاجه لها سر. في اخشاب، في عقار، في مجلات، في اي شيء انت عاوزه انا اقول لك عليه. مثلا الفيل ده في منه جديد، حاجه حسب حالتها حالتها ايه؟ حالتها وقيمتها. يعني في لوح عالميه بتعدي المليارات، وفي لوحه تشكيليه، وفي لوحه فنيه، وفي لوحه ريفيه، وفي لوحه اجنبيه. يعني اللوحه اللي وراك دي بتعبر عن ايه مثلا وبكام؟ اللوحه دي بتعبر عن ريف اجنبي، البحيره هي، ووز بيعوم، وادي بيوتها هي على شط البحيره، واشجار. دي ممكن يبيعها هنا 250 300. ممكن تغلط بقى رزق اللي هياخدها هنا يبيعها ب 10000 20000 1000. هو رزقه بقى، الله يسهل حاله. نيجي هنا في سجاد عجمي. السجاده العجمه دي بيعدي، ممكن ياخد السجاده من هنا ب 500 جنيه، دي توصل ل 20000 و 30000. السجاده العجمي والمفروشات، الحاجات العربيه، العربي القديم، الشغل العربي القديم داخل في الانتيك برضه، شغل البدو العرب. لو كان الشغل ده جديد تعرف ازاي؟ اعرفه من التاريخ، اعرفه من تاريخه. طب دي برونز، طب معدن ابيض، طب معدن نحاس احمر، طب الصناعه دي ايه؟ بلدها ايه؟ صناعتها ايه؟ كل دي بيبقى مكتوب على ايه؟ المصنوع اليها. لو كان فيل، ان كان حصان، ان كان شغل طيور، ان كان شغل على اباليك زي دي كده اباليك، ان كان شغل على حاجه نحاسيه بتدي رمز الريف. يعني اللمضه دي بتدي رمز للريف، اللمضه القديمه، اللمضه ملكيه. طب انت شايف ان الحاجات دي مثلا عليها اقبال ولا ناس معينه بس اللي بتشتري؟ من عشاق الفن او عشاق الانتيك في مصر، هم اللي يعني كل واحد له هوايه. ده هوايه ودي هوايه، يعني اي حد، يعني كل واحد له هوايه. انت نازل على هوايتك، مش نازل انت يعني تاخد اي حاجه، لا انت في حالك ان انت نازل تاخد هوايتك. في كتبات ملكيه، في كتبات جمهوريه، في كتبات اسلاميه، في البومات صور كده، في مستريكه، في كهرمان، في قطران، في يسر، في عقيق. اتاجر بده عشان اكسب فيها؟ لا، خدتها حب استطلاع وحب هوايه يعني. الحمد لله رب العالمين نجحت فيها، لله الحمد. لفيت مخازن، لفيت عشان اجمع الحاجات دي واتعرف بيها. قعدت مع ناس عشان اتعرف ايه قيمه الاحجار، ايه قيمه البرونزات، ايه قيمه النحاسات، ايه قيمه اللوح ديت. الحمد لله رب العالمين نجحت، لله الحمد.